بلاش تشتروا اي بهارات بطاطس تاني جاهزة من بره، عشان مجرد ما تعملوا الطريقة اللي هقولكوا عليها دي هتستغنوا عن اي بهارات جاهزة عندكم، بتخلي البطاطس في حتة تانية خالص. لازم تجربوا الطريقة اللي هقولكوا عليها دي، كل الحاجات اللي موجودة فيها موجودة في كل بيت. طريقة الشبت والكزبرة والبقدونس المجففين اللي هقولها لكم في الوصفة دي انا عاملاها في الفيديو اللي فات، فممكن ترجعوا لها. هنحتاج ايه بقى؟ معلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره شبت وبقدونس وكزبره من اللي احنا مجففينهم. عايزه اقول لكم طريقتهم مفيش اسهل منها. ونقلب كل الكلام ده مع بعض ونحطها في علبه محكمه الغلق في التلاجة. انا ما بحطش ملح مع البهارات دي عشان ما ترطبش والبهارات تكتل معايا، مهما فضلت في التلاجة عمرها ما هترطب عشان ما فيهاش ملح. الملح برشه وقت التقديم. هنا بعد ما نحمر البطاطس وهي سخنة على طول نرش عليها من البهارات دي، ودوقوا أحلى بطاطس ممكن تجربوها في الحياة. البهارات دي تنفع للفشار، لأي سناكس ممكن ترشوها على أي حاجة انتوا عايزينها، أو تتبيلات الفراخ واللحوم. مستنياكم تجربوها وتبعتولي. باي.